في موبايلات أول ما تمسكها في إيدك تحس إنك مسكت حاجة غالية فعلا، وفي موبايلات تانية بتحاول تقنعك إنها كده بس الإحساس ده ما بيوصلش. والتكنو كامون 50 ألترا واقف في النص تقريبا ما بين الاتنين، بيحاول إنه يديك إحساس البريميوم وفي نفس الوقت يفضل في حدود فئته السعرية. وهنا بيجي السؤال المهم، هل فعلا الموبايل هيقدر يقنعك بالإحساس ده؟ ولا هتفضل شايف إنه بيحاول بس؟ ده اللي احنا هنكتشفه مع بعض النهاردة خطوة بخطوة، وده لما أقولك على كل مميزات الموبايل ده وكل عيوبه وهل هينفعك ولا لأ. بس يا ريت في الأول تدعموني بلايك وشير، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في قناتنا التانية قناة سراديب. أنا محمود طمان وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. تعالوا في البداية وزي ما احنا متعودين نتكلم عن التصميم بتاع الكامون 50 ألترا من تكنو، واللي يعتبر واحد من أهم نقاط القوة بتاعة الموبايل، وده لأنه بيجمع لك ما بين الشكل البريميوم والمتانة والقوة العالية في فئة سعرية مش غالية قوي. فالموبايل بيجي بفلسفة تصنيع اسمها جلاس ساندويتش، لأنه بيجي بخامات تصنيع من الظهر ومن الأمام طبعا، والإزاز ده محمي بطبقة حماية جوريلا جلاس فيكتس 2 عشان تحمي الموبايل بتاعك من السقوط والصدمات والخدوش، مع فريم بلاستيكي قوي علشان يديك مسكة ناعمة كده وشعور فاخر زي الموبايلات الغالية. وبرغم من البطارية الضخمة والشاشة الكبيرة بتوع الموبايل، إلا إنه بصراحة بيجي بأبعاد أكتر من ممتازة، وزن خفيف وسمك نحيف هيخليك تحس براحة كده وانت مستخدم الموبايل في ايدك طول اليوم، مش هتحس بأي تعب خالص. وأهم حاجة في الموبايل ده بصراحة إنه بيجي بمعايير متانة رهيبة، بحيث إنه بيجي بشهادة IP68 و 69، يعني هيكون مقاوم للغبار والمية بشكل كامل وتام، بحيث إنك تقدر تغمره في المية بعمق 2 متر ولمدة نص ساعة من غير ما يحصل له أي حاجة. وكمان بيستحمل ضغط المية العالي. وكمان الموبايل ده حاصل على شهادة MILSTD 810H العسكرية علشان يكون مقاوم للصدمات والاهتزازات والاستخدام العنيف والشاق. يعني الموبايل زي ما قلت لك بيجمع لك ما بين الشكل البريميوم والشيك وكمان المتانة العالية. الموبايل بيجي بألوان شيك وعصرية جدا، زي اللون الأسود والأورنج والأخضر وكمان التيتانيوم والبربل الفاتح، كلها ألوان شيك وعصرية وهتناسب كل الأذواق. فباختصار التصميم بتاع الموبايل ده مش بس شكله حلو، لا ده كمان تصميم عملي ومتين، وهيخليك تحس إنك ماسك موبايل فلاج شيب ولكن بسعر ميد رينج. ودي حاجة من الحاجات اللي بتخلي الكامون 50 ألترا يتميز عن إخواته اللي موجودين في نفس فئته السعرية. تعالوا بقى نتكلم عن واحدة من أهم المميزات بتاعة الموبايل واللي بتخليه ينافس أجهزة الفلاج شيب، وهي الشاشة بتاعته. فالشاشة بتاع الكامون 50 ألترا من تكنو بتقدم لك تجربة مشاهدة سلسة وفاخرة جدا، وكمان مع درجة من الحماية العالية. فأولا الشاشة دي مساحتها كبيرة 6.78 بوصة من نوع أموليد بجودة 1.5K بكثافة بكسلات 2644 في 1208 بكسل، وده هيدينا كثافة بكسلات 429 بكسل لكل بوصة في الشاشة، واللي هتديك صورة شارب وواضحة جدا من أي مسافة، سواء بتشوف فيديوهات 4K أو بتتصفح سوشيال ميديا أو بتقرأ حتى نصوص حتى لو حجمها صغير. وكمان الشاشة دي شاشة 3D كيرفت منحنية من جميع الأطراف، وطبعا ده بيديها فخامة وشياكة هتعجبك جدا، خصوصا لو انت من الناس اللي بتحب شاشات الكيرفت مش الفلات. ولكن بقى من أهم وأقوى المميزات اللي موجودة في الشاشة دي إنها بتيجي بمعدل تحديث ريفرش ريت متغير 144 هرتز، واللي بيخلي كل حركة على الشاشة دي تكون سلسة زي الحرير. فالسكرول بتاع التيك توك هيكون زي البرق، وكمان الجيمز هتشتغل معاك بفريمات عالية كده بمنتهى السهولة والسلاسة. حتى فتح التطبيقات والانتقال ما بين الشاشات بيكون سهل وسريع وسلس جدا. سطوع الشاشة بيوصل لغاية 4500 نتس في البيك أو الذروة في وضع ال HDR، وفي الاستخدام اليومي العادي بيوصل لغاية 1600 نتس، يعني تحت أشعة الشمس المباشرة وفي عز الظهر مش هتعاني خالص وانت بتستخدم الشاشة دي. وكمان الشاشة هتقدم لك ألوان حيوية مع دعم ال HDR 10 بلس، وكمان 10 بت كولر ديبس، وده علشان تقدر تشوف المحتوى اللي بديناميك رينج عالي على نتفليكس أو يوتيوب أو حتى بتلعب جيمز بمنتهى المتعة وانت بتستخدم الشاشة دي. وكمان الشاشة بتاع الكامون 50 ألترا بتدعم تقنية ال PWM ديمنج علشان تحميك من إرهاق العين، واللي مستواها بيتراوح ما بين 2160 ولغاية 2304 حسب الوضع اللي انت بتستخدم في الشاشة. وكمان الشاشة دي عليها طبقة حماية من نوع جوريلا جلاس فيكتس 2، وده علشان تحميها من الخدوش والسقوط من ارتفاع 1.5 متر.
وكمان الانحناء بتاع الشاشة اللي هو 3D بيدمج لك كده أو بيعشق لك الفريم بتاع الموبايل مع الشاشة بشكل مثالي، وده بالتالي هيديك حواف رفيعة جدا تقريبا مش موجودة. هتحس كده إن الموبايل عامل زي العربية الرياضية اللي كلها كده سايحة على بعضها. فباختصار وبصفة عامة الشاشة دي مش بس كبيرة وحلوة، لا ده هي كمان عملية ومتقدمة تكنولوجيا، وهتخليك تنسى إنك ماسك موبايل ميد رينج، وهتحس إنك ماسك جهاز غالي وقوي، خصوصا لو انت بتحب الافلام والجيمز او صناعة المحتوى. تعالوا بقى نتكلم عن الاداء والمعالج في الكامون 50 الترا من تكنو، لانهم هما اللي بيخلوا الموبايل ده واقف على رجليه كده وثابت قدام المنافسين، وده لانه بيجمع لك ما بين القوة العالية مع كفاءة استخدام الطاقة. فالموبايل بيجي بمعالج من انتاج ميديا تك وهو ده من سيري 7400 التيميت، واللي بيجي بدقة تصنيع متطورة 4 نانومتر، والمعالج ده هو معالج اوكتا كور ثماني النواة، بحيث ان 4 انوية بيجوا بسرعة 2.6 جيجا هرتز للمهام التقيلة، و4 انوية تانيين بيجوا بسرعة 2 جيجا هرتز ودود الكفاءة، مع معالج رسومي هو المادي جي 615 MC2، واللي بيخلي الموبايل يتعامل مع المالتي تاسكينج والالعاب بسلاسة. الموبايل بيجي بنسختين من الذاكرة العشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام من نوع DDR5X، مع سعة تخزين 512 أو 256 جيجا بايت من نوع UFS، وده هيخلي السرعة عالية جدا في التطبيقات بحيث انها بتفتح بشكل فوري، وكمان السويتش ما بين البرامج بيتم بشكل سلس بدون اي لاج. وكمان في البنش ماركس على انتوتو فيرجن 10 المعالج ده بيحقق ارقام اعلى من 79% من الموبايلات اللي موجودة في فئته، وده بيحطه في ليفل او في مستوى متقارب جدا من معالجات كوالكوم لسناب دراجون 7. ففي الاستخدام اليومي الموبايل هيقدم لك مالتي تاسكينج جامد جدا، هتقدر انك تفتح اكتر من 20 تطبيق مع بعض في نفس الوقت ومش هتحس باي تهنيج او لاج. وكمان التصفح هيكون سريع، وفيديوهات ال 4K هتشتغل معاك بمنتهى السلاسة والانسيابية. هتقدر تعمل كل حاجة انت محتاجها على الموبايل من غير اي مشاكل، وكمان في الجيمز هتشتغل معاك بشكل ممتاز من غير اي تهنيج او لاج بمعدل فريمات عالي. ولكن برضه علشان اكون امين معاك، لو انت بتحب تلعب جيمز تقيلة باعلى معدل فريمات، الموبايل ده بصراحة او المعالج ده بالتحديد مش هيقدم لك الاداء اللي انت متوقعه. فانت يا دوب لو على الاستخدامات اليومية كلها او بتلعب جيمز خفيفة كده او متوسطة، الموبايل مش هيأثر معاك في أي حاجة، خصوصا كمان إن الموبايل بيقدم لك نظام تبريد مثالي بصراحة فروزن كولينج مع فامبر تشامبر مساحتها كبيرة، بحيث إنها بتحافظ لك على درجة حرارة معقولة حتى لو بتلعب لساعات طويلة. فباختصار الأداء بتاع الموبايل ده موجه للاستخدام اليومي والجيمنج المتوسط، في الحالة دي مش هيخيب أملك. ولكن بقى لو أنت برو ليفل بتلعب كده جيمز على أعلى مستوى، فأنصحك طبعا إنك تشوف موبايل بمعالج أقوى وطبعا بميزانية أعلى. الكاميرات بقى يا جماعة في الكامون 50 الترا من تكنو هي أصلا اللي بتدي للموبايل ده اسمه، لأنها مش بس أرقامها كبيرة، لا ده كمان بتقدم لك أداء حقيقي ينافس أجهزة الفلاج شيب سواء بالليل أو بالنهار وفي كل ظروف الإضاءة. فالموبايل بيجي بكاميرا خلفية ثلاثية. الكاميرا الأساسية بتيجي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.6 بمستشعر من سوني وهو ال LYT 700C بحجم مستشعر كبير 1 على 1.56 بوصة مع مثبت بصر OIS، واللي هتديك تفاصيل رهيبة وديناميك رينج عالي. أما بقى الكاميرا التانية فهي كاميرا تيليفوتو، واللي بتيجي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.6 بمثبت بصر OIS، واللي هتعمل لك زوم بصري لغاية 3x. وبصراحة الكاميرا دي بتكون نادرة جدا في الفئة السعرية دي، وبالتالي هتكون مثالية للصور البورتريه أو الصور البعيدة. أما بقى الكاميرا الثالثة فهي كاميرا الترا وايد الخاصة بالتصوير بزاوية واسعة، واللي بتيجي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2، ودي الخاصة بتصوير المناظر الواسعة والجروبات. والثلاث كاميرات دول ملحقين بفلاش LED قوي من قطعتين، فانت هتقدر باستخدام الموبايل ده في الإضاءة القوية أو في النهار لما يكون عندك ظروف إضاءة مثالية إنك تاخد من الكاميرا الرئيسية صور حادة جدا ألوانها مشبعة بشكل محترف بشكل متوازن مش مبالغ فيه، مع ديناميك رينج ممتاز بيحافظ على التفاصيل في السماء وفي الظل. وكمان عندك الكاميرا التليفوتو 3x هتطلع لك بورتريه سينمائي وبتعمل لك فصل للخلفية كده نظيف واحترافي بصراحة. والكاميرا الالترا وايد بتحافظ على الالوان موحدة مع الكاميرا الرئيسية، مش هتحس كده باختلاف لون ملحوظ زي كتير من المنافسين. وعندك في الإضاءة المنخفضة أو التصوير الداخلي الاندور المثبت البصري OIS مع السنسور الكبير بيخلوا الصور ساطعة بدون أي نويز كتير. وكمان وضع النايت مود اللي موجود في الموبايل سريع وفعال، بيطلع لك تفاصيل كتير من الضلمة زي المباني أو الوجوه.
ولكن بصراحة التليفوتو هنا بقى بيكافح شوية في الفوكس القريب، بس للزوم البعيد مع الفلاك سناب AI بيديك نتائج مبهرة بصراحة. وعندك بقى في الإضاءة الليلية أو في ظروف الإضاءة الصعبة النايت مود مع الأسترو مود بيشتغلوا كويس، بحيث إنهم بيقدموا لك صور ليلية نظيفة مع ألوان طبيعية، مش زي بعض الموبايلات اللي بتفرط في السطوع. يمكن تكون الكاميرا التليفوتو مش مثالية للصور الماكرو أو الصور القريبة، وكمان الكاميرا الالترا وايد بتفقد شوية تفاصيل في الزوايا، وكمان الاي اي بيفرط احيانا في الشاربنس. بس بالنسبة للسعر بتاع الموبايل الكاميرات دي بصراحة تعتبر صفقة، فلو انت بتصور كتير اقدر اقولك ان الكاميرات دي هتريحك بنسبة 90% من المناسبات، وهتخليك تنافس مصورين بروفيشنالز بميزانية صغيرة. اما بقى بالنسبة لتصوير الفيديو فانت هتقدر تصور فيديوهات 4K ب 60 فريم في الثانية، ده باستخدام الكاميرا الرئيسية. وباستخدام الكاميرا التليفوتو هتقدر برضو تصور فيديوهات 4K ولكن ب 30 فريم في الثانية، مع تثبيت قوي علشان تاخد فيديوهات ثابتة حتى لو انت بتصور وايدك مهزوزة. وكمان هتقدر تصور فيديوهات سلو موشن لغاية 240 فريم في الثانية بجودة HD. نفس الكلام ده برضو ينطبق على الكاميرا السيلفي بتاع الموبايل، واللي هي بصراحة تعتبر من أهم وأقوى المميزات اللي موجودة في الموبايل ده بصفة عامة، ومن أقوى الكاميرات السيلفي اللي هتاخدها في الفئة السعرية دي كلها. وده لأن الموبايل بيجي بكاميرا أمامية وحيدة بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.4 مع دعم خاصية الأوتو فوكس، واللي بصراحة هتقدم لك صور سيلفي ممتازة في المناسبات وفي كل ظروف الإضاءة. هتقدر باستخدامها إنك تاخد صور سيلفي حلوة جدا هتكون مبسوط بيها، تفاصيل بشرة طبيعية بدون أي مبالغة في الألوان أو في التجميل. وكمان من أهم مميزاتها إنك هتقدر باستخدامها تصور بيها فيديوهات 4K ب 60 فريم في الثانية، وطبعا دي هتكون حاجة مجنونة جدا للفلوجرز ومنشئين المحتوى. السوفت وير في الكامون 50 الترا من تكنو بيجيب لك الذكاء الاصطناعي الاي اي في الواجهة بتاع الموبايل، وده بشكل عملي وسلس جدا هتكون مبسوط بيه، خصوصا مع واجهة تكنو الهاي او اس اللي تحسها كده بقت واجهة ناضجة، وكتير من المشاكل اللي كانت موجودة فيها قبل كده تم حلها. فالموبايل بيجي بأحدث نظام تشغيل اندرويد 16 مع أحدث واجهة مستخدم من تكنو وهي الهاي او اس فيرجن 16، واجهة سلسة بانيميشنز كده فلويد مع منيوس وان سكرين اللي بتجمع لك ادوات الاي اي وخدمات السوايب كلها في مكان واحد. فانت عندك هنا الاي اي اسيستنت المحدث بيعمل لك حاجات كتير جدا زي الترجمه وتلخيص فيديوهات ويرد على المكالمات والرسائل، وكمان يراقب لك الصحه، كل ده علشان يخلي استخدامك للموبايل ممتع ومريح ومنتج اكتر. وكمان الاي اي هنا بيساعدك بشكل كبير في الاداء بتاع الموبايل بصفه عامه وفي الجيمز وكمان في التصوير بحيث يقدم لك نتائج افضل. وبرضه من اهم المميزات اللي موجوده في الموبايل ده ان تكنو وعدتنا ان الموبايل هيجيله 3 تحديثات اندرويد كبيره، يعني هيوصل له اندرويد 19 مع 5 سنين تحديثات امنيه. نيجي بعد كده للبطاريه بتاع الموبايل واللي تكنو مصمماها وعاملاها علشان تكمل معاك اليوم كله من غير ما تفكر في الشاحن او تشتغل معاك كده باور بانك يكون عامل زي التهمه في ايدك او في شنطتك. فالموبايل بيجي بنسختين من البطاريه، في نسخه بتيجي بسعه 6150 ملي امبير ونسخه تانية بتيجي بسعه 6500 ملي امبير. وايا كان فالساعات دي انا شايفها بصراحه مناسبه وكافيه جدا لاي حد مهما كان استخدامه شق وتقيل، هتكمل معاك اليوم كله بمنتهى الاريحيه من غير ما تحس ان الموبايل خلص منك او يحطك في موقف محرج خلال اليوم. والاهم من ده ان الموبايل بيجي بقدره شحن 45 واط. اي نعم هي مش اسرع حاجه ولكنها كافيه ومناسبه، بحيث ان الموبايل هيتشحن معاك بالكامل من 0 ل 100% في حوالي ساعه وربع تقريبا. تعالوا بقى نتكلم عن المستشعرات والخصائص الإضافية بتاعة الموبايل اللي بتخليه موبايل متكامل كده ويقضي معاك كل الأغراض وكل حاجة أنت محتاجها منه. فأول حاجة الموبايل بيجي بمستشعر بصمة أسفل الشاشة أوبتيكال، واللي بيشتغل بشكل كويس من حيث الدقة أو السرعة بتاعته. وكمان الموبايل بيدعم خاصية الفيس أنلوك علشان تقدر تفتح الموبايل بتاعك باستخدام بصمة تراجع الفيس اي دي، واللي برضه بتشتغل بشكل كويس من حيث دقتها أو سرعتها. الموبايل كمان بيجي بالمستشعرات الأساسية زي مستشعرات التسارع والتقارب والضوء المحيط والبوصلة، والجي بي اس اللي في الجهاز بيشتغل بشكل كويس من حيث الدقة أو السرعة بتاعته. وكمان الموبايل موجود فيه مستشعر الاتصال قريب المدى ال NFC علشان تقدر تستخدم الموبايل في الدفع اللاتلامسي أو في نقل البيانات السريع. وكمان الموبايل موجود فيه مستشعر IR كلاستر علشان تقدر تستخدم الموبايل كجهاز ريموت تتحكم بيه في الأجهزة الكهربائية. وكمان الموبايل طبعا داعم لشبكات الجيل الخامس ال 5G، وداعم للاتصال بشبكات الواي فاي 6، وبيجي باصدار بلوتوث 5.4، وكمان موجود فيه راديو FM. ومن اهم المميزات القويه اللي موجوده في الموبايل ده انه بيجي بسماعات ستيريو، واللي بتقدم لك صوت عالي بنقاء محترم جدا علشان تاخد تجربه مالتي ميديا مميزه.
والسماعات دي بتدعم خاصية الدولبي اتموس وكمان الهاي ريس اوديو. وسعر بيع الموبايل هيكون في حدود $300، سعر الى حد ما يعتبر غالي بالنسبة لأجهزة تكنو، ولكن بصفة عامة ومقارنة بالمواصفات والامكانيات اللي الموبايل ده بيقدمها لك انا شايفه سعر مميز جدا. وعلشان تاخد نفس المواصفات والسبيكس دي في موبايل تاني من شركة تانية هتدفع اكتر من كده يعني بشوية حلوين. اول ما الموبايل يكون متاح للبيع في السوق هسيب لكم لينكات الشراء تحت في صندوق الوصف علشان اللي حابب يشتري الموبايل ده. ورغم ان الموبايل ده موبايل محترم وقوي من وجهة نظري، الا انه برضه فيه شوية عيوب حقيقية لازم تاخد بالك منها كويس وتكون عارفها علشان لو قررت تشتريه وتكون عارف انت هيقابلك ايه بالظبط في الموبايل. اول عيب ان الموبايل ما بيدعمش تركيب كارت ذاكرة خارجي مايكرو اس دي كارد. ثاني عيب ان الشحن بتاع الموبايل يعتبر بطيء نسبيا 45 واط. العيب الثالث ان عندك شوية مشاكل هتقابلك في الكاميرا التليفوتو، بحيث ان الفوكس القريب بتاعها ضعيف ومش هتكون كاميرا مثالية للتصوير الماكرو. العيب الرابع ان الواجهة بتاعة الموبايل فيها شوية بلوتوير برامج او تطبيقات مسبقة التثبيت، وللأسف هي كتيرة شوية، وكمان للأسف برضو مش كلها سهل انك تشيلها، بس تقدر تعطل معظمها. العيب الخامس ان الشاشة المنحنية بتاعة الموبايل كده بتكون بصراحة مش دقيقة او صعبة شوية في التعامل في السوايب او في التعامل معاها بصفة عامة، خصوصا لو بتيجي تلعب على الموبايل او بتقرا عليه. انا عن نفسي بصراحة بحب الشاشة الفلات. العيب اللي بعد كده ان الكاميرا الالترا وايد جودتها مش افضل حاجة. العيب الاخير ان الاداء في الجيمنج الطويل مع الموبايل ده مش افضل حاجة، هتلاقي الموبايل بيسخن منك شوية وبيستهلك ساعتها بقى كتير من البطارية. ولكن من وجهة نظري العيوب دي مش قاتلة بالنسبة للموبايل، عيوب مقبولة بنسبة كبيرة خصوصا مع سعر الموبايل اللي انا شايفه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات اللي هو بيقدمها لك. بيقدم لك تصميم شيك وعصري مع شاشة جميلة جدا بجودة ومساحة وريفرش ريت عالي مع اداء متوازن خصوصا لو انت مش جيمرز تقيل يعني، وكمان كاميرات هتقدم معاك 90% من استخداماتك واكتر كمان. فلو انت بتحب شركة تكنو جربتها قبل كده واتبسطت من موبايلاتها، الموبايل ده بالنسبة لك هيكون صفقة ممتازة. وفي النهاية لو عندك أي سؤال عن الموبايل ده أو أي موبايل تاني سيبولي في التعليقات وهرد عليك بنفسي في أسرع وقت. وطبعا ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وكمان تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. أشوفكم الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.